أهلا بيكم متابعين القناة. خلونا نبدأ في قصتنا على طول. أنا اسمي شريف، عندي 40 سنة. الموضوع كله بدأ من حوالي 10 سنين. كنت حابب أوي فكرة إن أنا أشتري الحاجات القديمة. بصراحة الحمد لله أنا كنت ميسور الحال، كان معايا فلوس. بس بدأت أعجب بالساعات القديمة، بالمحافظ القديمة، وبدأ الموضوع يعلى أكتر وأكتر. بدأت إن أنا أدخل مزادات على حاجات ممكن أنت شايفها ملهاش لازمة، أو هي أصلا في الحقيقة ملهاش استعمال، بس قيمتها في عيني كانت عالية قوي. يعني مثلا آخر مزاد دخلته كان له فازة عمرها فوق 300 سنة، من تصميم إيطالي، وبصراحة شكلها تحفة. رغم إن هو دلوقتي في حاجات شكلها أحسن منها بكتير جدا، ومش هيدفع فيها يعني 1% من المبلغ اللي أنا دفعته. الموضوع بدأ يقلب معايا بهوس بجنون. بدأت إن أنا أسأل زمايلي وصحابي لو حد فيهم عنده نفس الهواية اللي عندي. إيه اللي بدأ يقول لي يا عم حافظ على فلوسك، يا عم بلاش هبل، بلاش تضيع فلوسك في حاجات ملاش لازمة. لغاية ما لقيت واحد فعلا بيقول لي لأ، أنا بصراحة عندي الهواية دي، بس أنا يعني بشتري حاجات بشكل أذكى شوية. موضوع المزادات والكلام ده بقى شغل قديم، ودايما بيبقى الأسعار فيه مبالغ فيها قوي. بصراحة أنا مش بثق قوي في اللي بيعملوا مزادات. قلت له طب أنت بتعمل إيه؟ قال لي مثلا ممكن أشتري من على النت. قلت له يعني أنت مش واثق في المزاد وواثق في الحاجة اللي على النت؟ بيبقى دايما الصورة غير الواقع قوي، يعني بيبقى الصورة شكلها أجمل. قال لي بص، هو عندك حق، بس لو أنت اتعاملت مع كذا حد ولقيته كويس ممكن تشتري منه تاني. قلت له طيب، يعني ما عندكش أي فكرة تانية؟ أصلا بصراحة مش مقتنع بموضوع النت ده أوي. قال لي خلاص، عندك سوق. قلت له سوق إيه؟ قال لي سوق الجمعة. سوق الجمعة ده بيبقى كله حاجات قديمة، في منها اللي شغال، في منها اللي بايظ، في منها اللي مالوش استعمال أصلا. انت بقى الموضوع ده بيحلى في عينك قوي، وبتلاقي حاجات تناسب لذوقك تحطها انت بقى الديكور. شكلها انتيك تنفع في نيش معين مثلا، انت وذوقك بقى. قلت له والله فكرة. وفعلا بعدها بكام يوم رحت سوق الجمعة وقعدت اتفرج بجد قد ايه السوق ده رائع، في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. بس لفت نظري انه تقريبا اي حد يقدر يقف في السوق ده ويبيع اي حاجة. في يوم لقيت راجل عجوز قاعد بعيد عن اغلب البياعين، ومعظم البياعين اللي عمالين كل شويه يندهوا عليا تعالى اتفرج على حاجتي، تعالى اعرف الاسعار. الا الراجل ده عديت من جنب منه ولا اكني معدي، شافني وانا ببص على حاجه وداير وشه اكنه مثلا مش عايز يبيع، او اكنه بيقول لي مش انت الزبون اللي انا مستنيه. يعني ما اعرفش، حاسس ان انا معيش فلوس او حاسس بايه، بصراحه مش عارف. بس المهم ان انا عجبني مرايه كانت معاه شكلها تحفه. عارف كده الشغل بتاع الملوك، الشغل الفرعوني. انا بحب المنظر ده قوي. المرايه عاديه جدا، حتى ما بتلمعش، فيها شويه بقع يعني غالبا انا مش عارف استخدمها. الاطار بتاع المرايه هو اللي كان عاجبني قوي. سالته بكام، والصدمه ان هو كان بيبيعها بسعر قليل قوي قوي قوي. انا لو بعرف ابيع الحاجه في مزاد كنت كسبت من وراها ملايين. وعلى طول اشتريت المرايه دي وكنت فرحان بيها جدا، لغايه ما حصلت المصيبه. الموضوع بدأ بصراحة بحاجات عبيطة شوية. كذا مرة أكون حاطط المراية في جنب مثلا، وأبص عليها بعدها بكام يوم ألاقيها مقلوبة على وشها. هقول يمكن الهوا اللي وقعها، يمكن هي وقعت لوحدها، يمكن القعدة بتاعتها فيها مشكلة. قلت عادي، لغاية ما أنا ثبتها بكل حاجة وبرضه بلاقيها واقعة على وشها، أكني مش عايزاني إن أنا أبص في المراية. الموضوع بقى بجد مستفز ومقلق، أنا مبقتش فاهم ليه ده بيحصل. لغاية ما أنا في مرة من كتر الموقف الغريب اللي بيحصل معايا قعدت أكلم المراية. يعني عارف أنت اللحظة العفوية اللي بتيجي عندك، فأنا قلت لها والله اللي أنا بصيت في المراية غصب عنك كمان. بصيت في المراية وكانت الصدمة، أنا لقيت صورة لبنت صغيرة في السن واقفة جنب وشي. اتغيرت بسرعة بس ما لقيتش حاجة، بس كل ما أبص للمراية بلاقي صورة البنت دي. انا اترعبت مكاني الصراحه، بدات احس ان في حاجه غريبه في المرايه، وبدات اترعب منها اكتر واكتر، وفكرت كذا مره ان انا ارميها.
وفعلا عبيتها في شنطة كده، قلت وانا نازل في اي يوم هبقى ارميها وخلاص. بس الغريب ان انا بعد ما عبيتها في شنطة عشان افتكرها وانا نازل في اي يوم ارميها، لقيتها موجودة في مكانها تاني في الدولاب. والمرة دي مش مقلوبة على وشها، لأ، ده أنا بحس إن أنا أول ما بصيت لها أكن المراية بصت لي، وأكنها المرة دي أكنها بتتحداني مثلا عشان أنا أبص أنا كمان على المراية. بصيت فعلا على المراية ولقيت إن وش البنت الصغيرة ابتسم. على طول اترعبت مكاني وقمت جاي حادف المراية على الأرض، بس المراية ما انكسرتش. مبقتش عارف هي إزاي بالقوة دي. انا بدات اخاف واترعب اكتر. اتصلت بصاحبي بسرعه اللي كان قايل لي على موضوع السوق اللي انا اشتريت منه المرايه دي، وقلت له على اللي حصل. قال لي انت لسه هتستنى لما تنزل من البيت؟ احذف المرايه دلوقتي من الشباك ولا من البلكونه وخلاص ان شاء الله مش هتظهر لك تاني. وممكن كل اللي بيحصل لك ده يكون تهيؤات اصلا. قفلت معاه بسرعه وفعلا بصيت في الشارع ما لقيتش حد ماشي، وقمت حادف المرايه من الشباك. وقلت الحمد لله اكيد الموضوع خلص على كده. لكن اللي حصل ان انا دخلت انام، والحمد لله بدات اطمن شويه. لكن صحيت على صوت ضحك في الصاله، اكني في عيال صغيره كتير بتضحك. طلعت اجري بسرعه، ما بقتش فاهم في ايه. ولقيت المرايه موجوده في مكانها عادي. ازاي انا لسه راميها من الشباك دلوقتي؟ انا ما كنتش بصدق في الجن والعفاريت والحاجات دي. بس خلاص، انا حاسس ان في حاجه غريبه فعلا المره دي. انا هرجع المرايه دي مكان مش اشتريتها وخلاص. تاني يوم على طول نزلت، اول حاجه عملتها ان انا رحت على السوق وقعدت ادور على الراجل اللي انا اشتريت منه المرايه. وقعدت اسال بياعين عليه، بس كلهم قالوا ان هم ما يعرفوش. بس انا وصلت فعلا للمنطقه اللي انا فاكر ان هو كان واقف فيها. ولقيت بياع موجود، بقول له كان في راجل عجوز واقف هنا مكانك، كان معاه ساعات قديمه كده ومرايه. قال لي يا استاذ انت بتقول ايه؟ انا واقف هنا بقالي 10 سنين، وعمري ما سبت مكاني، وعمري ما خدت اجازه يوم واحد. قلت له انت بتقول ايه؟ كان في راجل عجوز واقف هنا وباع لي مرايه، بس المرايه دي في حاجه غلط. انا حتى مش عارف اخلص منها. انا عايز ارجعها له وارجع لحياتي الطبيعيه، عشان انا ما بقتش عارف اقعد في بيتي. انا مرعوب وانا قاعد في بيتي. يلا يا استاذ توكل على الله بقى، ربنا يهديه. مشيت من قدامه وانا بضرب كف بكف، ومش عارف الراجل اللي باع لي المرايه دي راح فين. بس انا روحت البيت وقررت بعد تفكير ان انا هبص للمرايه تاني. واول ما بصيت للمرايه لقيت صوره البنت فعلا. وبدات ان انا اتكلم معاها. انت عايزه مني ايه؟ لكن المرايه ما ردتش، وصوره البنت دي ما اتغيرش وفضل ثابت، ومفيش اي صوت اتكلم. قلت انا مش عايزك، انا عايز ارجع لحياتي الطبيعيه تاني. وانا ما كنتش اقصد ان أنا اشتري المرايه دي عشان حاجه. انا شكل المرايه كان عاجبني بس. طبعا مفيش حد رد عليا ومفيش صوت طلع اصلا. قلت الحمد لله. لكن خدت بالي ان النور قطع والدنيا كلها ضلمت، أنا مش شايف حاجة. طلعت الموبايل بسرعة عشان أقيد الكشاف، بس سمعت صوت جاي من ورايا. بنت صغيرة بتقول عايزاك تساعدني. أنا اترعبت مكاني وفضلت أدعي ربنا واستعيذ بالله. بس الصوت فضل يتكرر تاني. عايزاك تساعدني، أرجوك سيبيني في حالي، سيبيني في حالي، عايز أرجع لحياتي تاني والنبي. أنا مش هعرف أساعدك ولا هعرف أعمل أي حاجة. يا رب. النور رجع تاني، وانا بدأت اطمن شوية ان كده كل حاجة خلصت خلاص. لكن تاني يوم النور قطع تاني، ونفس الجملة اتكررت. عايزاك تساعدني. ما بقتش عارف اعمل ايه. قعدت اسأل ناس كتير اوي، لغاية ما حد دلني على واحد كده اسمه سيدنا بلال. هو للأسف مش شيخ، هو بيقول ان هو بيفهم في الحاجات دي، وانا والله ما كنتش عايز اروح له. انا عمري ما كنت اتوقع او اتخيل ان انا ممكن امشي في طريق زي ده. بس انا بصراحه حياتي كانت متلخبطه قوي، وكنت عايز حل بسرعه للمشاكل اللي بتحصل لي. حد دلني على طريق سيدنا بلال ده، ورحت المكان ودخلت لسيدنا بلال اللي هو بيقول عليه سيدنا. قعدت اتكلم معاه وقلت له ان انا كنت ماشي في سوق واشتريت مرايه من راجل عجوز كده. المشكله ان الراجل ده كل الناس بتقول ان هو ما كانش موجود اصلا، اكنه كان ظاهر لي انا بالذات.
اشتريت منه مراية كل شوية بلاقيها مقلوبة على وشها، وانا مش عارف اتمتع بمنظرها. انا اصلا كنت جايبها علشان منظرها بس، لغاية ما في مرة اتحديت المراية ان انا لازم استخدمها وان انا لازم ابص لها. اول ما بصيت في المراية شفت صورة لبنت صغيرة، وبعد كده تاني مرة لقيت صورة البنت الصغيرة دي بتضحك لي، وفي آخر مرة خالص النور قطع، وبعد كده لقيت همس في ودني بتقول لي عايزاك تساعدني. لقيت اللي اسمه سيدنا بلال ده بيغمض عينه وقال لي استنى يا ابني شوف ايه المشكلة اللي موجودة معاك. فتح عينيه بسرعة وكأنه مفزوع بيقول لي روح روح، بنت صغيرة عملت حادثة وكانت في شنطتها المراية دي، ولغاية دلوقتي روحها متعلقة بالمراية. قلت له طب والعمل دلوقتي؟ قال لي اللي عمل حادثة العربية خطف جثة البنت، لأن السواق بتاع العربية ده كان لسه عايش. خطف جثة البنت ودفنها في الصحراء. هي عايزاك دلوقتي ترجع جثتها لأهلها. قلت له لا، أنا مالي ومال الحاجات دي، أنا لا يمكن أعمل كده. وإزاي هعرف أوصل لجثتها ولا إزاي أنا هشيل جثتها وهي ميتة؟ أنا لا يمكن أعمل كده. قال لي أنا مستعد أدلك على مكان اللي هي مدفونة فيه، بس يعني محتاج مبلغ صغير كده، مش ليا بس علشان أقدر أكمل. أنت عارف أي شغل محتاج مصاريف. قلت له حاضر حاضر، أنا تحت أمرك في أي حاجة، بس أنا مش هقدر إن أنا ألمس جثة البنت. حتى لو قدرت أوصل لمكانها أنا مش هقدر أساعدها. خد انت الفلوس وخلي حد من عندك مثلا يجي معايا او تيجي انت معايا وتحاول تحل انت المشكلة دي. لا، هي عايزاك انت اللي تحدد المراية، وانت برضو اللي هتساعدها. انا بعد ما دفعت له المبلغ كله تاني يوم بصراحة قلبي كان مقبوض وانا بعمل حاجة زي كده، وبصراحة ما رحتش في حتة، وروحت بيتي وقلت انا ازاي مشيت في طريق حاجة زي كده؟ ازاي قلبي طوعني اني اعمل حاجة زي كده؟ انا احاول انسى كل حاجة، والمراية هسيبها أو هقلبها على وشها زي ما كانت وخلاص، طالما هي ما بتتكسرش وما بتضيعش وما مش بيحصل لها أي حاجة. نمت، ويا ريتني ما نمت. حلمت بالعيال الصغيرة وهي بتقول لي ساعدني. أصحى من الحلم شفت شفت البنت نايمة جنب مني، وجلدها مزرق وعينيها ظاهرة لبره أكنها كانت بتغرق. أنا اترعبت وطلعت أجري بسرعة. ركبت عربيتي ورحت للسيدنا ده تاني. قال لي هو انا مش قلت لك ان انت لازم تساعدها؟ انت هتخليها ليه تعمل معاك حركات انت مش هتقدر عليها؟ قلت له حاضر حاضر، انا كان مالي ومال كل ده، هساعدها حاضر. قال لي هتروح العنوان اللي انا هقول لك عليه وهتطلع جثتها، وبعد كده هقول لك على عنوان اهلها. رحت وقعدت احفر، بس انا ما لقيتش الجثة. مش عارف احمد ربنا ان انا ما لقيتش حاجة ولا اتمنى ان انا كنت الاقيها علشان اخلص من اللي انا فيه. رجعت للدجال تاني وقلت له ان انا ما لقيتش حاجة، لكن انا اكتشفت ان هو بيطلب مني فلوس تانية علشان يقول لي على مكان تاني، لان المكان الاولاني كان غلط. قلت له هو انت نصاب صح، وعمال تعمل كل ده عليا، والقصة مش كده اصلا. قال لي لا لا لا، انا مش نصاب ولا حاجة. اللي معاك في المراية دي روح مش هتسيبك غير لما تساعدها، وهي عايزاك تساعدها بالطريقة دي. قلت له انت كذاب، والقصة بتاعتك دي كلها متألفة، وانا هبلغ عنك. تبلغ عني؟ اقول لك الحقيقة، انا اللي مخطط لكل ده. الراجل اللي ظهر لك في السوق علشان يبيع لك المراية تبعي، والمراية اللي باعها لك فيها روح بتشتغل في خدمتي تحت طوعي وتسخيري انا. مش هتعرف تعمل معايا حاجة.
قلت له يعني انت عملت كل ده وقلبت لي حياتي عشان شوية فلوس؟ شوية فلوس ايه بس؟ هم عايزتك انت، انا بنفذ اوامرهم، احنا خدام عندهم. موضوع الفلوس ده حاجة على جنب كده، قلت تبقى ليا انا، لكن في الاصل انت اللي مطلوب. يعني ايه؟ انت عايز مني ايه؟ فجأة كده لقيته بيغمض عينيه وقعد يقول كلام وانا اغمى عليا، وقعدت احلم بزي فئران او ناس ليها شبه الحيوانات كده وليها ظل عالي قوي بيقربوا مني. ما فقتش غير ساعة أذان الفجر، وقعدت أحمد ربنا. طلعت أجري بسرعة من بيت سيدنا ده. أول حاجة عملتها إن أنا رحت أصلي. أيوة، رحت أصلي الفجر زي ما أذان الفجر هو اللي أنقذني. وحكيت للشيخ على كل حاجة، وقال لي يا ابني أنت بعدت عن طريق ربنا وكان لازم تتأذي، ارجع تاني لطريقه. قلت له أيوة، حاضر. قال لي واظب على صلاتك وقول أذكارك يا ابني، والمراية دي هاتها لي وأنا هتصرف فيها. جبتها للشيخ وقعد يقرأ عليها قرآن. وبعد كده قال لي يا ابني احنا لازم نرميها في مية جارية علشان محدش يتأذي تاني بسببها. وفعلا عملنا كده، وأنا الحمد لله صحتي وحالتي النفسية بدأت تتحسن. ما كنتش بسمع ولا بشوف أي حاجة، والمراية اختفت من بيتي وما كنتش بشوفها خالص. وأنا دلوقتي بقيت شخص أحسن، مواظب على صلاتي وبقول أذكار الصباح والمساء زي ما الشيخ علمني بالظبط. وبقيت بحمد ربنا إن أنا رجعت لطريقه تاني. يا رب تكون القصة عجبتكم كده. القصة انتهت عند هنا. يا ريت لو حد عنده جزء تاني من القصة حابب إن احنا نقوله، أو لو القصة دي عجبتك يا ريت ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو القصة عجبتك تكتب لها كومنت جميل زيك في الكومنتات. ولسه الأيام اللي جاية فيها قصص كتير أوي أحلى من دي كمان. شكرا. أهلا بكم متابعين القناة. خلونا نبدأ في قصتنا على طول. أنا اسمي حسن، واللي هحكيه دلوقتي حصل معايا من كام سنة، ولسه لحد النهاردة كل ما أفتكره النوم بيطير من عيني. أنا ساكن في قرية صغيرة، عندي أرض زراعية، هي دي مصدر رزقي الوحيد. اللي حصل إنه في سنة من السنين كان الصيف قوي أوي، والحر كان شديد جدا. منسوب المياه في الترعة قل لغاية ما الحكومة بعتت عمال عشان ينضفوا قاع الترعة علشان يوسعوها شوية ويشيلوا الطين المتراكم. وكانوا بيقولوا كمان إن في تسريب للمية مش بس عشان الدنيا حر. فأنا بصراحة فرحت، قلت حلو أوي وهيوفر جامد. أنا في آخر كام يوم جبت ترومبة لرفع المية، والموضوع كان صعب أوي ومكلف جدا. لغاية ما في يوم من الأيام لقيت عماد بيخبط عليا الباب بيقول لي الحق يا حسن، دول شكلهم هيردموا الترعة خالص، بيقولوا إن التربة بقى فيها مشاكل كتير ولازم يعملوا ترعة جديدة. جريت بسرعة على الأرض وأنا بتفرج على عمال وهم عمالين يحفروا في الترعة علشان بعد ما يصفوا المية اللي فيها خالص هيردموه. وأنا عمال أتفرج عليهم وهم بيعملوا كده وعناية كلها حسرة. كل شوية حد من العمال يقول إن هو لقى سنانير صيد، لقى قماش، بواقي أجزاء من جرار قديم ومتكسر ومرمي في الترعة. لغاية ما فجأة سمعنا صرخة عامل بيصرخ بصوت عالي أوي. طبعا كلنا جرينا عليه، كنا فاكرين إن هو واقع أو اتصاب أو إن في حاجة عورته. لكن اللي حصل إن إحنا أول ما وصلنا لقيناه واقف بيشاور على حتة في الأرض ووشه مصفر وكل علامات الخوف على وشه. تحت الطين كان ظاهر مدخل باب مصنوع من الطوب الأحمر، شكله مش طبيعي خالص. ازاي في طوب أحمر موجود في تحت الترعة؟ كان عامل زي باب سرداب من تحت الأرض، وكان عليه رسومات ونقوش غريبة. مين اللي عمل الباب ده؟ وهو الترعة اتعملت فيه ولا في حد؟ احنا مبقناش فاهمين أي حاجة. وطبعا انتوا عارفين كالعادة كلام الناس، يعني اللي قالك ده قبر أثري وإنه هيبقى جواه آثار فرعونية، وفي اللي قالك لأ ده مخزن قديم كان بيتشال فيه السلاح أيام الحرب. فضلنا كلنا نكلم نفسنا لغاية ما أنا وحاسس إن أنا لوحدي اللي سمعت الراجل ده وهو بيتكلم. كان الحاج عبد الرازق. الحاج عبد الرازق اللي ما يعرفش هو عنده حاجة و80 سنة.
الراجل قديم جدًا وكل البلد عارفاه وبتحبه. لقيته بيقول بصوت واطي: جماعة اقفلوا المكان ده وسيبوه، الحاجات دي مدفونة من سنين وسيبوها مدفونة، ما حدش يفتش في القديم. كان واقف معايا صحابي سيد وحامد وعبد الله. قعدنا نتكلم عن السرداب ده وإن قد إيه الحاجة اللي حصلت دي غريبة جدًا وإن المنظر مريب. وحامد قال بصوت واطي في ودني: يا عم سيبك من الحاج عبد الرازق ده راجل بركة، إحنا كلنا بنحبه بس أنا وأنت عارفين هو عنده كام سنة. راجل كبير في السن وما ينفعش ناخد على كلامه يعني، أو تلاقيه قاصد فعلًا يقول الكلام ده بيخوّفنا أو بيهزر معانا. قُلت له: عيب الكلام ده، بس هو ممكن يكون كده فعلًا. طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ حسن، عبد الله، تعالوا كده. إيه رأيكم بالليل بعد ما الهلمة دي تنفض كلها ننزل نحاول نفتح الباب ده؟ والله يا ريت، وهتبقى تجربة جديدة. بس هو أنت يعني مفكر الحكومة مش هتبلغ دلوقتي بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده؟ قُلت له: أيوه عندك حق، وعلشان كده لازم إن إحنا نتحرك بسرعة. إحنا دلوقتي المغرب وما أعتقدش إن هم هيلحقوا يعملوا حاجة. إحنا نيجي على نُص الليل ونحاول إن إحنا نفتح الباب ده، مش بغرض حاجة بس بغرض الفضول الصراحة. أنا نفسي أعرف إزاي الطوب الأحمر ده موجود كده، والطوب الأحمر ده مرسوم على شكل باب. الباب ده أكيد بيوصّل لحاجة. وفعلًا عملنا كده، استنينا لغاية نُص الليل وجِبنا موبايلات وكشافات ورُحنا ناحية الترعة. اللي واخد الموضوع بهزار واللي واخد الموضوع بشجاعة، وأنا الوحيد اللي كان عندي فضول جامد أوي، نفسي أعرف إيه اللي موجود تحت الباب. نطينا كلنا في الترعة في الجزء اللي ما فيهوش مَيّة، ومش عارف شمينا ريحة غريبة وإن الجو متلج كده، بس قُلنا أكيد يعني علشان كان في مَيّة هنا، والريحة دي ريحة عفن. حاولنا إن إحنا نشيل الطوب الأحمر طوبة، طوبة، لكن زي ما إحنا كنا متوقعين جدًا. الطوب ده كان متماسك في بعضه وبيعمل زي شكل باب. زقّيناه كلّنا مع بعض والباب فعلًا اتفتح. نزلنا تحت لقينا فيه زي سرداب بسلِّم حجري طويل جدًا. نزلنا على السلِّم وكل ما ننزل نحس إن الهوا بيقِل، نحس إن إحنا بدأنا نتخنق. لغاية ما استحملنا شوية ومشينا ووصلنا لغاية ممر طويل أوي. الجدران كلّها كانت معمولة من الحجر وعليها كتابات غريبة. دورنا بالكشافات كلنا وحاولنا نفهم المكتوب، لكن الحروف كانت بعيدة عن بعض ومتشقلبة، ما عرفناش نفهم أي حاجة. لكن في وسط الحروف دي كان في كلمة يعني إحنا مش عارفين نقراها، بس إحنا حاسين إن هي متكررة في كل حتة وكل شوية بنلاقي الكلمة دي مكتوبة على الحيطان، مكتوبة على السقف، مكتوبة على الأرض. حسن قال وهو بيضحك، واضح إن صاحب المكان كان بيحب الاسم ده أوي. طبعًا ما حدش رد عليه ولا حد اهتم بالهزار اللي مش في وقته ده. لإن في نفس اللحظة سمعنا صوت نَفَس أكِن حد بينهج وواقف جنبنا، وكل ما نمشي في الممر أكتر كل ما الصوت ده بيعلى أكتر، لغاية ما وصلنا لأوضة كبيرة جدًا تحت الأرض، كانت أوسع من أي حاجة شُفناها قبل كده، وفي نصها كان في تابوت. أيوه، تابوت لحد ميت. قرّبنا لكن لاحظنا إن السقف بتاع التابوت متحرك شوية، ومش إحنا اللي حركناه. بصينا جواه لقيناه فاضي، ما فيهوش أي حاجة، ما فيهوش جثة، ما فيهوش عضم، ما فيهوش أي حاجة، أكنه كان منتظر حد معين عشان يتدفن فيه وما اتدفنش لغاية دلوقتي. حامد قال لي: خلاص خلاص كفاية لغاية كده، إحنا أنا حاسس إن في شيء مخيف أو في حاجة مرعبة هتحصل لنا، يلا نطلع من هنا. وكلنا طبعا سمعنا كلامه، بس واحنا بنتضير عشان نمشي خدنا بالنا إن في جملة مكتوبة باللغة العربية عادي جدا، مكتوب فوق التابوت: من يفتح التابوت ينتظر رؤية العائلة. ف... فأنا قلت لهم: إيه اللي مكتوب ده؟ يعني إيه اللي يفتح التابوت يستنى يشوف العائلة؟ يعني إيه؟ كلهم في نفس واحد قالوا: كفاية كفاية لغاية كده، يلا نمشي. روحت البيت ونمت، نمت بعد صعوبة جدا من اللي احنا شفناه، بس الحمد لله قدرت إن أنا أنام. على الساعة 2 بالليل كده صحيت وعندي إحساس بالخوف، حاسس إن أنا خايف. فتحت عيني بالعافية لقيت الشباك واقف وراه حد، والحد ده بني آدم طبيعي ما فيهوش أي مشكلة. الراجل ده الراجل ده حرامي والّا لأ، الراجل ده أنا عارفه،
ده عم حسين اللي مات من 3 سنين. ازاي؟ ازاي؟ لا، هو لسه عايش. ابتسم لي، وبعد كده انا لا اراديا غمضت عيني وفتحت لقيته مش موجود. بصراحة انا معرفتش انام تاني، قعدت اضيع وقت لغاية الصبح ورحت بسرعة لاصحابي وحكيت لهم على اللي حصل. اول ما قابلت حسن قال لي انت شفت حد بالليل؟ فانا فهمت ان مش انا بس اللي شفت حد بالليل. قال لي اصل انا شفت ابويا اللي مات. وعبد الله هو كمان شاف جده، وحامد شاف اخوه اللي مات وهو صغير. كل واحد فينا كان بيشوف حد ميت يعرفه من زمان. الوضع بقى من سيء لأسوأ. مرة أكون واقف في الأرض وشغال عادي في الأرض، وفجأة أشوف حد من الميتين بعيد على مسافة بعيدة أوي، وأقول إنه ممكن يكون بني آدم عادي، بس لأ. أنا عارف إن هو ده عم حسين. وزمايلي هما كمان كانوا بيشوفوا الناس الميتين زي ما أنا قلت لكم، وكل يوم أسوأ من الأول. المسافة ما بيني وما بينهم بقت عمالة تقرب. ومرة بعد ما خلصت شغل بالفاس برفع ظهري كده بالدايرة لقيت حد واقف ورايا. وكان هو عم زفت حسين اللي أنا بقيت بشوفه. لغاية ما عدى على الرعب اللي احنا عايشين فيه ده أسبوع، وسمعنا خبر من أهل البلد موت حد ما كناش نتمنى إن هو يموت دلوقتي خالص. موت رعبنا كلنا. الشخص اللي اكتشف المقبرة، العامل اللي كان جاي من الحكومة علشان يردم الترع. هو طبعا الأعمار بيد الله، وكل واحد مكتوب له ميعاد يموت فيه، بس ده استغفر الله يعني. كان ميعاده غريب قوي. اشمعنى بعد ما اكتشف المقبرة؟ واشمعنى كلنا نعرف؟ لكن قالوا كمان ان هم بعد ما دخلوا على الأوضة ولقوا ان هو ميت، لقوا كلمة مكتوبة على الحيطة اللي هو كان ميت جنبها. مكتوب: عاد الأول. واحنا مش فاهمين هو ليه كتب الجملة دي، وهو أصلا اللي كتب الجملة دي ولا حد تاني. بعديها بأسبوعين لقينا إن في عامل تاني مات. إحنا بدأنا نخاف جدا. إشمعنى دول عمالين يموتوا؟ إشمعنى إحنا أصلا ما بنعرفش خبر موت غير الناس دي؟ أنا وزمايلي بدأنا نقلق أوي، وحسينا إن الدور خلاص علينا. الموضوع بدأ بالعمال اللي فتحوا المقبرة، ودلوقتي أكيد الدور علينا إحنا اللي دخلنا المقبرة ووصلنا لغاية التابوت. افتكرنا الحاج عبد الرازق ده كان عارف حاجة. قعدنا نحكي له كل حاجة حصلت، وحكينا له على اليوم اللي وصلنا فيه للمقبرة من غير ما حد يعرف. فضل ساكت شوية وقال: أنا كنت خايف من اليوم ده، بس كنت عارف إن هو هيجي. بيحكي وبيقول: أنا والدي كان بيحكي لي قصة وأنا صغير، إنه تحت الترعة دي في لعنة. آه، شخص مات ومعروف إن هو اللهم احفظنا يعني مسخر، والعياذ بالله جن، وإن موته خير للناس كلها. وهو فعلا مات، بس علشان ما يدفنوش مع بقية الناس اللي ماتت في أي مقابر، استغلوا إن الحكومة كانت قايلة إن في طريق معين هيتعمل ترعة، علشان في أراضي زراعية كتير محتاجة إن يبقى في مية قريبة منها. وفعلا بدأوا يخططوا إن هما محتاجين يعملوا حفرة على عمق كبير جدا، وأغلب أهل البلد اتجمعوا عشان يعملوا الحفرة دي، ودفنوه بتابوت تحت الأرض على مسافة عالية جدا. وجت الحكومة وحفرت على قد الترعة بالظبط، وحطت المية، والمية فضلت تمشي فعلا. واحنا عارفين ان تحت الترعة دي في الملعون اللي احنا دفناه. فاحنا كلنا قلنا له: ايوه يعني يا حاج عبد الرازق، الحل ايه دلوقتي؟ قلنا له: مين اللي خرج اصلا؟ احنا ما شفناش حد خرج من التابوت خالص. احنا رحنا لقينا التابوت فاضي، ما فيهوش حتى ولا كفن ولا عظم ولا اي حاجة. قال لنا: هو ده بقى اللي عندي، وانا مش شايف اي حل تاني. وعلى فكرة التابوت اللي انتوا فتحتوه ده اكيد كان جواه حد، وعشان انا كنت شايفهم هما بيدفنوه. تفتكروا انا وزمايلي عملنا ايه؟ احنا رحنا المقبرة تاني. ايوه، نزلنا ومشينا على السلم ووصلنا لغاية الممر. بس خدنا بالنا ان الممر بقى طويل قوي، ما كانش طويل كده في الاول. انا متأكد انه ما كانش بالطول ده. والغرفة اللي كانت كبيرة بقت اكبر واكبر، والكتابات اللي كانت موجودة في الأوضة بقت كتيرة قوي، بس بدأت تكون كلمات مفهومة شوية.
بدأنا نشوف الكلمات بتكون أشكال لبني آدمين، اللي يبص للحيطة من بعيد كده يحس إن هو شايف صورة راس بني آدم، أكن في كذا راس بني آدم باصين لبعض أكنهم بيتكلموا. وفجأة وإحنا ماشيين بدأنا نسمع صوت وشوشة جاي من كل حتة، لدرجة إن دماغنا وجعتنا أوي وكنا عايزين نطلع ونجري ونقفل اللي إحنا فتحناه ده. بس حاجة من جوانا تلاقي لازم نكمل، لازم نخلص من اللعنة اللي إحنا فتحناها. فضلنا مكملين لغاية ما وصلنا للأوضة الكبيرة اللي فيها التابوت. بس المصيبة إن إحنا ما لقيناش التابوت أصلا. والكلمة اللي كانت موجودة على الجدار اللي هي بتاعة من يفتح التابوت يرى العائلة، ما لقيناهاش موجودة المرة دي. مش عارفين إيه اللي حصل. طلعنا نجري بسرعة وقفلنا باب السرداب ورانا ورجعنا تاني للحاج عبد الرازق. قلنا له بص إحنا حاسين أنت مخبي علينا حاجة. إحنا حاسين إن الحل مش في إن إحنا نرجع تاني، إحنا لو رجعنا تاني هنموت. إحنا لازم نعرف كل حاجة. الراجل ده كان بيعمل إيه بالظبط؟ الراجل ده هو مدفون فعلا في التابوت تحت الترعة اللي كانت موجودة ولا لأ؟ قال لنا أنا هحكي لكم كل حاجة. كان في راجل غريب جه البلد اسمه الشيخ عمران، محدش كان يعرف أصله ولا فصله ولا يعرف هو جه منين. فضل ساكن وسطنا هنا جنب الترعة القديمة على طول. الناس بقت بتروح له علشان عارفوا إن هو بيعالج بالسحر. أيوة، أيوة يا ابني، في ناس كتير قلوبها مريضة وضعيفة في الإيمان كانوا بيلجأوا للعلاج بالسحر والأعمال. طبعا كل ده كفر يا ابني. اللي حصل وقتها في البداية إن أهل البلد بدأوا يحبوه، لأن هو كان بيحل لهم مشاكل كتير أوي. كان يقول للناس على أماكن حاجتهم اللي ضايعة، يتنبأ بحوادث، كان بيعرف إن في اتنين هيتطلقوا قبل ما يتطلقوا، كان بيحاول إن هو يرجع الزوج لزوجته تاني. لغاية ما الناس بدأت تحس إن هما بقوا منعزلين عن بعض. الناس كلها بدأت تلاحظ إن هما اتخانقوا مع بعض كلهم، ما عادش في عيلة بتحب العيلة التانية. الناس بدأت تلاحظ كمان إن أي حد اتعمل له عمل مع اللي بيقول على نفسه الشيخ ده بس هو في الأصل دجال، بدأوا يشوفوا الشخص ده موجود في كذا مكان في وقت واحد. ناس كتير تقول إن مثلا فلان اللي اتعمل له عمل أنا كنت شايفه في الأرض الزراعية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وفي نفس الوقت حد تاني يقول إن هو شافه. الناس كلها اترعبت، بقوا بيشوفوا أي حد مسحور كذا مرة في نفس الوقت. اللي زود المصايب أكتر إن اللي كانت عمل له سحر بدأ إن هو يتجنن، وبدأت الناس عارفة اللي عاملين له سحر إن هو مسحور، وطبعا عارفين هو اتجنن ليه بس ما كانوش يقدروا يقولوا. قعدوا يتجننوا لغاية ما اللي كان بيرمي نفسه في الترعة، اللي كان بيشنق نفسه. المهم إن هم أغلبهم ماتوا، وأهل البلد قالوا بس كفاية لغاية كده، لأن في ناس تانية ما بطلوش وكانوا بيعملوا أعمال والسحر رغم إن هم كانوا شايفين إن اللي كان بيتعمل له السحر كان بيموت في الآخر، بيموت موتة بشعة. ومش كده بس، وربنا غضبان عليه كمان، خسر دنيته وآخرته. بصراحة يا ابني أهل البلد قرروا إن هم يقتلوا الدجال اللي اسمه عمران ده، وفعلا اتجمعوا على بيته. وفي واحد قعد يحدفه بالطوب وواحد تاني ذبحه. أيوه، ومات ودفنوه في السرداب اللي أنا بقول لكم عليه. قلت له اللي عمل دلوقتي يا شيخ عبد الرازق، احنا رحنا الممر ورحنا لغاية التابوت بس ما لقيناش التابوت، احنا لقينا مكانه فاضي. والله يا ابني انا عارف اقول لكم ايه، الموضوع بيتلخبط اكتر واكتر. انتوا اصلا حتى لو كنتوا لقيتوا التابوت انتوا هتعملوا ايه؟ ادعي ربنا يا ابني يحلها من عنده. ايوه صح، ادعي ربنا. بس لقيت الحل. طلبت من زمايلي ان انا لازم اروح لوحدي المره دي. وصلت فعلا لغايه الباب وحاولت اشيله بصعوبه جدا لوحدي، ونزلت على السلم ودخلت في الممر. وطول ما انا ماشي عمال اقرا آية الكرسي واستعيذ بالله، ولقيت ان الممر بقى قصير مش طويل ولا حاجه. ووصلت لغايه الاوضه الواسعه اللي فيها التابوت، وفعلا لقيته، ما لقيتوش مخفي زي المره اللي فاتت. وقعدت ادعي ربنا ادعي ربنا لغايه ما سمعت صوت صويت ونار من كل حته. وفجاه جريت على التابوت بسرعه وقفلت السقف بتاع التابوت وطلعت اجري اجري. وسمع من بره الشيخ عبد الرازق بيقول لي يا ابني انا حسيت ان انت عايز تحل المشكله فعلا وان انت بتعمل كده. انا كمان قعدت ادعي لك من بره. مسكوا بايدي وطلعوني بسرعه.
وأنا حمدت ربنا، حسيت إن كده اللعنة اتفكت. حمدت ربنا أنا والشيخ عبد الرازق، وزمايلي كمان عرفوا في تاني يوم إن إحنا عملنا الحركة دي، وقعدوا هما كمان يشكروني ويحمدوا ربنا. بس اللي حصل كانت مصيبة. بعديها بكام يوم سمعنا إن في حريقة جامدة جاية من بيت قريب من بيتنا. جرينا بسرعة لقينا إن البيت ده مكون من 5 أفراد، 3 عيال وأبوهم وأمهم. الحريقة موتت أبوهم وأمهم و2 من الأولاد، لكن في واحد هو اللي فضل عايش. مش عارف ليه حسيت إن الموضوع ليه علاقة بالتابوت والترعة والمصايب اللي إحنا فيها. قعدت أتكلم معاه، وبعد ما الموضوع هدي شوية قال لي أنا السبب، أنا اللي موتهم. أنا اللي كان عندي فضول وفتحت البوابة وقربت من التابوت وفتحت السقف بتاعه. قلت له إيه؟ أنت عملت كده؟ المصايب هترجع تاني. إحنا لازم نرجع بسرعة ونقفل التابوت ده. الموضوع مش هيقف عند أهلك وبس، لأ، البلد بحالها كل يوم هيحصل لهم مصيبة. تعالى معايا دلوقتي وإحنا لازم أنا وأنت نقفل التابوت. قال لي طيب ماشي، عندك حق. رحنا، وكانت الكارثة. الحكومة خلاص ردمت الترع وعملت فوق السرداب ردم كتير قوي. محتاجين آلات حفر قوية جدا لأيام عشان نعرف نوصل السرداب تاني. أنا سبت البلد أنا وعيلتي كلها، وعشنا في بلد تانية خالص، وسيبنا أرضنا لأن إحنا عارفين المصايب اللي زمانها بتحصل في البلد دلوقتي. والقصة انتهت على كده. ما أعرفش بصراحة الزمايل حصل لهم إيه، ولا بقية أهل البلد بيحصل لهم إيه دلوقتي. ادعوا لهم. شكرا متابعين القناة، كده قصتنا خلصت عند كده. لو حابب أي جزء تاني من القصة، أو لو عندك قصة وحابب إن احنا نحكيها، يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات وتعمل لنا لايك وسبسكرايب، عشان لسه في قصص أجمد من دي بكتير جاية الأيام الجاية. شكرا. أهلا بكم متابعين القناة. قصتنا النهاردة بعنوان اللي ساكن تحت الطاحون. أنا كنت واقف على الطريق الزراعي. الساعة كانت داخلة على 2 بعد نص الليل. الطريق كان فاضي، في نسمة هوا جميلة. الضباب والدخان كان طالع من تحت الأرض. أنا اسمي حسام وعمري 30 سنة. اللي حكولك دلوقتي ده حصل معايا فعلا. في يوم من الأيام وأنا واقف على الطريق بالليل عشان أركب وأروح بيتنا بعد ما خلصت شغل، لقيت مكالمة جاية من أمي. بصراحة أنا يعني ما كنتش قلقان على عمي أوي، لأن أنا أصلا ما شفتوش طول حياتي غير مرة أو مرتين، وده كان بسبب هو على فكرة. هو كان انطوائي جدا، ما كانش بيحب يتكلم مع الناس. حتى كل قرايبنا قالوا إن هما ما بيشوفوش كتير. بس جيرانه كانوا بيقولوا عنه كلام غريب جدا. خليني الأول أفهمك حاجة. عمي ده كان وارث من جده طاحونة دقيق. الطاحونة دي عمرها فوق 100 سنة. كانت مبنية على أرض مباني ورا البيت بتاعه على طول. الطاحونة دي اتعرض عليه ملايين علشان يبيع الأرض بتاعتها، وهو أبدا مش هبيع، يعني مش هبيع. وإن هو مصمم على الأرض دي ومصمم على الطاحونة المبنية عليه، رغم إن هي ما عادتش شغالة. يعني خلاص الطواحين القديمة دي الإنتاج بتاعها ضعيف جدا وما عادش حد بيعتمد عليه، وهو نفسه ما كانش مشغلها، لدرجة إنه آخر 20 سنة هي ما اشتغلتش على مرة. بس هعمل ايه، هو برضه قريب يعني، ولازم ان انا اروح اطمن عليه. وفعلا بدل ما اركب عشان اروح بيتي، ركبت ورحت على البلد اللي هو ساكن فيه. وصلت البلد قبل الفجر بساعة. عايز اقول لكم ان بيت عمي كان في اخر البلد جنب الترعة على طول. بيت قديم، مبني من دور واحد، مبني من الطوب الاحمر، والسقف بتاعه من الخشب ومتاكل، ويعني بيت حالته صعبة جدا. معرفش ايه اللي مخلي عمي متمسك بالبيت وبالطاحونة وبالأرض بتاعته، رغم ان هو ممكن يعيش ملك. المهم قعدت أخبط على الباب، محدش بيفتح. الباب أصلا كان يعني خشب وضعيف ومتاكل، فبصراحة خبطت الباب بإيدي اتفتح معايا. دخلت، لقيت الدنيا ضلمة جدا. نورت كشاف الموبايل، وهنا لقيت اللي عمري ما كنت متوقع إن أنا هلاقيه. عمي مرمي على الأرض، عينيه مفتوحة بشكل مرعب وباصص ناحية السقف، إنما وشه كان متجمد، عليه تعابير رعب عمري ما شفته على بني آدم. قربت منه وأنا مرعوب، لكن اللي صدمني أكتر كان الحيطة.
مكتوب عليها بالفحم: إياك تنزل تحت الطاحونة. وقتها افتكرت كلام قديم جدا كان عمي قايل لي عليه زمان وانا صغير. كان عمي المرة او المرتين اللي شفته فيهم كان دايما بيحذرني ويقول لي: حسام، اللي بينزل هناك مش بيرجع زي الاول. حبيبي، الطاحونة دي مش حاجة كويسة. كنت اضحك، لكن دلوقتي وانا واقف جنب جثته بدأت احس ان في حاجة غلط فعلا. وفجأة سمعت صوت خطوات جاية من الأوضة جوه البيت. اتجمدت مكاني، البيت المفروض ان هو فاضي. بصيت ناحية الطرقة المضلمة بس ما لقيتش حاجة، والصوت اللي كنت سامعه وقف ثواني وبعدين سمعت نفس الصوت تاني لكن بشكل أسرع. بلعت ريقي بالعافية وناديت: مين هناك؟ مفيش رد، بس فجأة سمعت صوت همس في ودني جاي: سيبه وامشي. رجلي بدأت تترعش وفتحت كشاف الموبايل ناحية الطرقة. بس برضه الصوت اختفى وما عادش فيه أي حاجة. وفي اللحظة دي بالتحديد سمعت نفس الصوت الهمس تاني. لفيت بسرعة، مفيش حد، لكن خدت بالي المرة دي إنه الأرض اللي كانت مليانة تراب اترسم عليها زي، مش عارف زي رجلين معيز. الخطوات بتاعت الرجلين المعيز. قربت ببطء وركبتي بتخبط في بعض ونورت تحت السرير. وفي اللحظة دي شفت وش اسود وليه عينين حمرا بتلمع وهو بيبتسم. صرخت ورجعت لورا بعنف، لكن لما بصيت تاني مفيش حاجة. اقسم بالله انا شفت حاجة تحت السرير. طلعت اجري بسرعة بره البيت وانا مخنوق من الرعب ومش داخل هنا تاني. وحد يبقى اتصرف في جثته ولا يشوف هيعملوا فيه ايه. لقيت شيخ كبير واقف بره البيت. شكله من اهل البلد، واقف بعيد بيراقب كل حاجة. أول ما شافني قال لي: أنت نزلت تحت البيت؟ فأنا قلت له: لا. إزاي يعني؟ قال لي: يعني هو شافك؟ قلت له: إيه ده؟ قال لي: اللي تحت الطاحونة. أنا مش فاهم منك حاجة ومش قادر اللي أنت بتقوله ده. أنا عمي مات جوه البيت وأنا بصراحة مش داخل البيت ده تاني. نسيت أقول لكم الراجل ده اسمه الشيخ عمران، وكان أقدم واحد في البلد تقريبا، أو أقدم واحد أنا شفته لغاية دلوقتي. خدني مع البيت، وبعد ما شربت شوية مية بدأ يتكلم إنه أكتر من 70 سنة في قصة حصلت عند الطاحونة دي. إنه كان في عمال كتير شغالين، وفجأة في ليلة معينة العمال سمعوا صوت صريخ طالع من تحت الأوضة. تاني يوم صاحب الطاحونة اختفى، وبعدها بأيام بدأت الناس تشوف حاجات غريبة. ناس ماشية بالليل من غير ملامح، صوت أطفال عمالة تضحك كل ما الطاحونة تيجي تشتغل. لكن أسوأ حاجة إن أي حد كان ينزل الأوضة اللي تحت بتاعت الطاحونة كان بيتجنن ويموت بشكل مرعب جدا. وقلت له: يعني أنا بصراحة مش مصدق في الحاجات دي، ومش مصدق أي حاجة في اللي أنت بتقولها. إحنا دلوقتي هنعمل إيه مع عمي؟ قال لي: يا ابني عمك كان بيحاول يسيطر عليهم. قلت له: يسيطر عليهم. هما مين دول؟ قال لي: العمار، سكان البيت. قال إن عمي كان بيروح للطاحونة كل ليلة تقريبا. هو قاعد يقرأ قرآن ويقرب من ربنا علشان يحاول يحل المشكلة اللي موجودة في الطاحونة دي. لكن اللي حصل إن هم شبه سيطروا عليه، وهو عمك انعزل عن العالم كله وبقى بيقدم لهم زي ذبايح علشان يعمل عهد مع الجن. ضحكت بعصبية شوية وقلت له: انت اكيد بتهزر يعني. حد بيدي الجن لحمة وذبايح وحاجات زي كده؟ فالشيخ عمران بصلي بنظرة خلت دمي يقف في عروقي، وقال لي: لو بكتب مين اللي واقف وراه؟ اتجمدت بصيت ورايا بسرعة. لقيت ان طالع من الشباك نفس الوش الاسود اللي عينيه كلها لونها احمر. الشيخ بسرعة قفل الشباك وبدأ انه يقرأ قرآن بصوت عالي جدا. انا بدأت احس ان نفسي بيروح مني وده انا سمعت صوت جاي من ورا الباب، صوت عالي اوي. الشيخ قال لي: ما تفتحش مهما حصل.
لكن الصوت فضل يزيد ووجع دماغي قوي، ومش عارف بدأت أسمع الصوت زي ضحك الأطفال. أنا مش عارف، أنا حاسس إنها في حاجة غريبة، وعمال أسمع أصوات غريبة جدا، أكني قاعد في وسط السوق وفي ناس كتير أوي حواليا. قال لي روح بيتكم دلوقتي، واوعى اوعى إن أنت ترد على حد بيحاول ينده عليك، ده مش هيبقى بني آدم. والنهاردة حاول ما تنامش، وحاول إن أنت تقول أذكار الصباح والمساء، وتقرا قرآن على قد ما تقدر. أنا بدأت أفوق شوية وفعلا روحت بيتي، وحكيت لأهلي إن عمي مات. تاني يوم رجعت بيت عمي الصبح عشان أرتب حاجته قبل الدفن، ووصلت فعلا البيت والشمس كانت طالعة وقوية جدا، بس البيت أول ما دخلته كان بارد أوي، أكني داخل تلاجة. بدأت أفتح الإدراج وأجمع الورق وأشوف أي حاجة يمكن تفيدنا في موضوع الدفن أو تدلني على اللي بيحصل ده. بصراحة أنا كنت بدور على أي حاجة ليها علاقة بالطاحونة، مش جاي عشان أعمل خالص، لغاية ما لقيت دفتر قديم متغلف بجلد أسود، جلد سميك قوي. لقيت أول ورقة مكتوب عليها باللون أحمر شبه الدم كلمة العهد، بس الحروف كانت متفرطة بعيدة عن بعضها. الورقة كلها عبارة عن الكلمة دي. قلبت الصفحة اللي بعدها، كان مكتوب كلام كتير أوي. كان مكتوب يا من تملكون القوة في السماء بحق ميمون الأسود وشمهور والدهاس. فجأة سمعت صوت، لكن المرة دي كان جاي من السقف. رفعت عيني ببطء والصوت الخشب بدأ يزيق، أكن في حد ماشي في الدور اللي فوقيه. وفجأة حد نده بصوتي حسام. فجأة حسيت إن السقف اللي مصنوع من الخشب كأنه بيتكسر، وأكن كان في حاجة واقفة فوقيه وهتقع عليا دلوقتي. جريت جريت بسرعة بره البيت من غير ما أبص ورايا، لكن وأنا بجري وسط الغيط سمعت صوت حد بيجري ورايا بسرعة جدا. بصيت ورايا لقيت كائن شبه البني آدمين، بس ايديه طويلة قوي ولامسة الأرض وبيجري على ايديه ورجليه. كانت عينيه لونها أبيض بتنور وسط الضلمة، وخلاص كان بيقرب علشان يهجم عليا. بس فجأة أذان الظهر ادن من الجامع البعيد. المخلوق ده قعد يصرخ في وشي وبعد كده اختفى. وأنا رجعت للبيت تاني ولقيتهم خلاص بياخدوا عمي علشان يدفنوه. أنا اليوم انتهى على كده، بعد ما دفنوه أنا روحت بيتي. بس أنا حياتي ما رجعتش زي الأول، كل ما أنام بحلم بكوابيس، كوابيس مش بتخليني أنام ساعة على بعض. حد بيخبط على الشباك كل مرة، ما بقتش عارف أنام. مرة صحيت من النوم لقيت الحيطة مليانة انزل تحت الطاحونة، انزل تحت الطاحونة. أنا عمال أخس بطريقة غير طبيعية بسرعة جدا، ما بقتش عارف أنام، وما كنتش طايق الأكل، ما كنتش طايق أشوف أي حد. أنا حسيت إن أنا اتخانقت مع الناس كلها تقريبا، بعدت عن الناس كلها، حتى أهلي ما عدتش بكلمهم. أنا بقالي على الموضوع ده أسبوع بحاله، وخلاص أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده. أنا هروح الطاحونة، أنا لازم أعرف الحقيقة. وصلت لغاية بيت عمي ولفيت من ورا البيت وشفت قدامي الطاحونة اللي السبب في مشاكل للبلد بحالها وموقفة لي عيشتي. قررت ان انا ادخل الطاحونة، بس في حاجة غريبة. انا لاحظت ان أنا كل ما اقرب الهواء اكنه بيتشال، اكني ما عينش عارف اتنفس. الهواء كان تقيل قوي. وفي حاجة تانية، انا لقيت ان الطاحونة شغالة. ازاي شغالة من غير حد؟ لقيت شباك في جنب الطاحونة، ببص منه ولقيت فيه ريحة بخور قوية قوي طالعة منه، والريحة مش بخور كويس، ريحة وحشة قوي. الشباك كان صغير جدا ما اقدرش ان انا اعدي منه، بس طلعت موبايلي وشغلت الكشاف. لقيت حاجة مريبة جدا. انا لقيت دايرة مرسومة على الارض، شكلها كده مرسومة بدم بني ادم او دم كائن حي، وفي نص الدايرة دي كان في راس لمعزة. مش عارف ايه اللي كان بيحصل هنا.
بس بدأت أترعب وقررت إن أنا مش هدخل الطاحونة دي. بس في حاجة عمالة تقول لي ارجع، أنت قربت أوي. حاولت أدور على باب أدخل منه، لكن الغريب إن أنا ما لقيتش الطاحونة دي باب. أنا لفيت حوالين الأربع حيطان مفيش باب. قلت دي جايز علامة من ربنا إن أنا ما أدخلش أو مش هعرف أدخل. أكيد بقدرة ربنا هو اللي خفى الباب عني. وأنا ماشي لقيت نفسي دايس على سجادة. السجادة لونها أحمر وفي زي خشب تحتيه. طلع إن هو ده الباب لازم تنزل تحت السلالم وتطلع تاني عشان توصل للطاحون. شلت السجادة وبدأت أفتح الباب، بس لاحظت إن الباب كان مرسوم عليه نفس الرموز والنقوش والكلام الغريب اللي كان موجود في الدفتر بتاع عمي. إيدي كانت بتترعش وأنا بفتح الباب، بس قدرت أفتح الباب وطلع هوا سخن قوي، وفي ريحة زي ريحة دقيق، لكن الطاحونة شغالة فعلا. نزلت على السلم، لقيت إن فعلا في زي حد شغال جوه الطاحونة، وإن الطاحونة شغالة فعلا. قعدت أحاول أفهم هو مين من بعيد كده. هو هو ده عمي فؤاد. انت لسه عايش راح دفنا مين؟ اتضير وبصلي، بس وشه ما كانش طبيعي، عينيه كانت سودة تماما، وبقه كان مفتوح زيادة عن اللزوم، وقال لي اتأخرت ليه يا حسام؟ وقلت له انت ميت. قعد يضحك يضحك. فجأة ببص جنبي لقيته واقف جنبي. لقيت ان هو اتحرك بسرعة غير طبيعية وبقى واقف جنب ودني وبيقول لي هما مستنيينك. انا بقيت مرعوب جدا ومش قادر ان انا اخد نفسي. بس فجأة حصل حاجة غريبة. فئران كتير ظهروا من كل ناحية وجريوا ودخلوا جوه الدايرة اللي كان عمي راسمها بالدم. وهو اول ما شافهم جري عليهم بسرعة ووقف في وسط الدايرة دي، وقعد يقول كلام غريب أوي أنا ما فهمتش منه حاجة. وبيقول كلام بالعربي بس بينطقه بالمعكوس، أكنه بينطق الحروف كلها معكوسة. وقعد يقول الطقوس بتاعته دي كتير أوي. وأنا فكرت إن أنا أجري، بس لقيت مكان السلم اللي أنا نزلت منه بوابة حديد مش راضية تفتح. حاولت بكل قوتي إني أفتحها بس أنا مش عارف. ببص ورايا لقيته خلص واقف ورايا. بيقول لي انت لازم تكمل العهد. وفجأة الفئران دي جريوا كلهم ناحيتي وكانوا خلاص هيطلعوا على جسمي. بس انا سمعت صوت قرآن. الصوت جاي من بعيد قوي. ايوه، ده صوت الشيخ عمران. واضح انه عارف ان انا نزل وقرر ان هو يساعدني. الكائن اللي شبه عمي ده قعد يصرخ، والفئران قعدت تجري وتخبط في بعض بسرعة وكان شكلهم مرعب. فجأة حسيت إن في حد بيقول لي أبص ورايا. بصيت ورايا لقيت إن البابا الحديد اختفت ما عادتش موجودة. وسمعت صوت شيخ بيقول لي اجري يا حسام، اجري يا حسام. طلعت أجري على السلم بكل السرعة عندي وبكل قوتي. بس أنا وقعت على السلم وتقريبا كده أغمى عليا ومش فاكر حاجة. صحيت تاني يوم لقيت نفسي في بيت الشيخ عمران. فتحت عيني بس حاسس إن أنا مصدع جامد والدنيا بتلف بيا. والشيخ جنبي عمال يقول لي الحمد لله على السلامة يا ابني، الحمد لله على السلامة. وأنا حاسس إن أنا مش مركز كده. أنا بقول له إيه اللي حصل؟ قال لي أنت اتكتب لك عمر جديد، الحمد لله ربنا نجاك. أنا هسيبك دلوقتي ترتاح وخلاص، يعني احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. حسيت إن أنا متعور في وشي أو في زي كدمات أو خبطات كده. قمت أبص في المراية بس يا ريتني ما عملت كده. أنا شفت عين عين بني آدم كبيرة أوي في نص المراية، مكتوب تحتها العهد هيكتمل. اترعبت مكاني وقررت إن أنا لازم أسيب البلد خالص. في اليوم ده أنا قلت لازم أمشي من البلد نهائي. جمعت كل هدومي وركبت العربية. قبل المغرب كنت خلاص هطلع على الطريق، لكن لما العربية بطلت فجأة جنب الطاحونة قلبي قعد يدق بسرعة أوي. ده وقت تعطلي هنا. فجأة شفت قدامي الشيخ عمران. الحمد لله، أنا قلبي هدي. قال لي ادخل الطاحونة المرة دي.
علشان تنهي العهد، ما تسمعش كلامهم. ادخل وولع في الطاحونة جوه. قلت له لا، انا مش عايز ارجع الطاحونة دي تاني. ولع انت فيه. قال لي ما هو انا مش هقدر، الباب مش هيتفتح لحد غيرك. لا انا مش داخل المكان ده تاني. يا ابني اسمع الكلام. انت هينوبك ثواب كبير اوي، هتريح البلد بحالها من اللي بيحصل. انا مش عارف اعمل ايه. انا خدت بنزين وقررت ان انا هدخل اولع في الطاحونة، لكن بعد ما فتحت الباب وبدأت انزل على السلم ببص ورايا ما لقيتش يا شيخ. ده كان تهيؤات او شيطان. وفجأة الباب اترزع ورايا. انا لقيت كائنات غريبة اول مرة اشوفها، جريت عليا بسرعة ورموني جوه الدايرة. وفجأة ظهر عمي بشكله الطبيعي جدا، بشكله زي شكل بني ادمين بالظبط، وقعد يقول كلام غريب، كلام كتير جدا. انا خلاص، انا لقيت ان جسمي عمال يطلع دم. انا خلاص، انا قلت انا هموت حالا، انا دي نهايتي. انا انا افتكرت ان انا كل مرة كان اللي بينجيني هو ربنا، مش صوت الشيخ ولا اي حاجة. قعدت اقول يا رب، يا رب، لغاية ما لقيت صوت صراخ جاي من كل حتة، والطاحونة عمالة تولع لوحدها. انا انا في المستشفى دلوقتي. اهل البلد بيقولوا ان هم لقوا الطاحونة بتولع، وجريوا بسرعة وخدوا بالهم إن في بني آدم جوه النار ماسكة فيه، وقدروا إن هم يطلعوني. بس أنا جسمي كله مليان حروق، بس الحمد لله إن أنا لسه عايش. أنا كتبت لكم القصة دي علشان محدش يدور في حاجة ما تخصهوش، اوعى تسلم نفسك للشيطان. أنا لغاية دلوقتي حياتي متشقلبة، كل ما ابص في المراية بشوف العين، وبشوف كلمة العهد هيكتمل، وبحلم بكوابيس كلها فيها صورة عمي اللي انا ما بقتش اطيقه تاني. ارجوك لو هتسمع القصة دي ادعيلي ودور على القصة الحقيقية. الساكن تحت الطاحونة. شكرا متابعين القناة، اتمنى تكون القصة دي عجبتكم. يا ريت ما تنسوش اللايك والكومنت والسبسكرايب دلوقتي.